بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha Febraayo 2024 waxaan idin la wadaagnaa golaha xukuumadda ee dawladda Puntland ee uu magacaabay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani. Golaha wasiiradu waxa ay kala yihiin koow wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Maxamed Cabdiwahaab Axmed, labo wasaaradda amniga iyo DDR-ta Ibrahim Cartan Ismaaciil Xaaji Bakiin, saddex wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka عبدي فارح جوحة، وزارة مالية محمد فارح محمود، شن وزارة قرشينتا داود محمد عمر، لح وزارة وحبرشدة فؤاد أبشر أحمد أدير، تدوبا وزارة عافيماتك سعيد شامع علي قرشيل، سديد وزارة هولها جود يجاديدك فارح عود شامع، سقال وزارة دكدها شاكر محمد جوليد، طبعا وزارة دولست هودا عبد الله بيلن نور، كوبي طبعا وزارة هوينكا مريم أحمد علي، لبيه طبعا وزارة ورفافينتا محمود عيدي در، صدحي طبعا وزارة جناحسيجا إيو والشدها أحمد شير السعيد، أفري طبعا وزارة حنانة حولها عمر عبد السمد يوسف روح، شني طبعا وزارة الديجان كي يسبدل كعميلة محمد عبد الرحمن محمد فرولة، لحية طبعا وزارة كلوميسيجا عبد الرزاق عبد الله حجار، تدوبية طبعا وزارة شقادية أرمها بالشدة عبد الرحمن أحمد عبد الله، سديدية طبعا وزارة معدنتي بيها ليبان موسى اسمان، سقالية طبعا وزارة جرجاركا أوبح عبد الرشيد محمد حرسي، لباتن وزارة بيرها محمد عبد القادر صالح، كوبي لباتن وزارة دنيرة عيارها هدن سعيد حسن. golaha wasiirada ay caawil magacaabay waa intaas aad iyo aad ba mahadsantiin waan u mahad celinayna warbaahinta iyo guud ahaan bulshada Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed aad u wanaagsan.